السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. في حلقة النهاردة هنتكلم عن أفضل 3 مراوح ستاند موجودين في السوق. طبعا الكلام ده بيكون بناء عن رأيي الشخصي أنا، والحمد لله كل الناس طلبت مني ترشيحات، كانت ترشيحاتي موفقة دايما. طبعا في موديلات كتيرة جدا من مراوح الستاند كويسة، بس النهاردة هنتكلم عن أفضل 3 بس. فلو اول مره تشوفنا انزل تشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده. احنا قناه مهتمه ببيع الاجهزه المنزليه، فلو حد حابب ياخد اي فكره قبل ما ينزل يشتري اي منتج يتواصل معانا في التعليقات او من خلال رقمي الشخصي اللي موجود في صندوق الوصف من خلال الواتساب. وانتوا بتشتركوا خدوا لفه في القناه، هتلاقوا ريفيوهات عن منتجات كتيره جدا. ولو حد عنده منتج عايز نعمل له عنه ريفيو برده سيبولي في التعليقات وهعمل عنه ريفيو في اقرب وقت ممكن. يلا بينا عشان ما نطولش عليكم نشوفوا معانا ايه النهارده. بي كوين مش بس متخصصة في مراجعة الأجهزة المنزلية، لا وكمان متخصصة في العناية بالشعر والبشرة. بنعمل تركيبات لجميع مشاكل الشعر. التركيبة مكونة من زيوت طبيعية وفيتامينات معالجة، والنتيجة مضمونة بنسبة 100%. وده مش رأينا احنا، ده رأي كل اللي استخدموا تركيباتنا. تواصلوا معانا خلال الواتساب وقولنا مشكلتك واستلمي المجموعة المناسبة لشعرك. خصم خاص على مجموعة الهير ماسك لجميع عملاء بي كوين. بكرر تاني ال3 منتجات اللي معانا النهارده دول بيكونوا رأيي انا، مش تسويق لأي شركة. هنبدأ معاكم من المروحة التالتة لحد ما نوصل لمروحة رقم 1. في المركز التالت معانا جات مروحة فريش الشبح. المروحة دي بيكون في منها 18 بوصة وفي منها 20 بوصة، في بريموت وفي بدون ريموت. الموتور بتاعها بيكون قوي جدا، سرعتها عالية جدا، هواها برضو قوي جدا. بتكون 3 ريشة، الريشة الرفيعة اللي هي بتجيب هوا اكتر من العريضة. ليه جت معانا في المركز الثالث؟ ده بسبب ان صوتها عالي شوية، هواها قوي بس صوتها عالي. كمان خاماتها مش احسن حاجة، مش بتكون قوية، بس هي بسم الله ما شاء الله عليها ما فيهاش غير هوا. بس لو غرفة صغيرة فما انصحش بيها لان صوتها بيكون قوي شوية. فهي الافضل تستخدم في الريسبشنات الكبيرة او اوض النوم الكبيرة، سواء الحيطة او الستاند. وكنت عامل برضو حلقة سوا قبل كده عن مراجعة شاملة عنها، مميزات وعيوب، تظهر جنبي في علامة الاي. في المركز التاني معانا جات مروحة تيفال. مش كتير منكم يعرفوها، هي مروحة كويسة جدا، بتكون 6 ريشة وفيها خاصية كاتم الصوت، صوتها مش بيكون قوي، وبيكون فيها تايمر 8 ساعات. في طبعا منها بريموت وفي بدون ريموت، بس دي بتكون 16 بوصة مش 18 زي فريش. المروحة دي بيكون فيها خاصية جامدة جدا، هي بتكون طارد للناموس. طول ما هي شغالة بتصدر زي ريحة كده بتطرد الناموس. ليه جت معانا في المركز التاني؟ ده لان هواها بيكون كويس جدا وخاماتها برضو بتكون كويسة جدا، وكمان بتكون 6 ريشة، فيعني حاجة من الاخر. برضو كنت عامل عنها حلقة قبل كده، تظهر جنبي في علامة الاي لو عايزين تعرفوا مميزاتها وعيوبها بالتفاصيل. في المركز الاول معانا هي مروحة بيرفكس. شركة بيرفكس عاملة مجموعة مراوح قوية جدا، يمكن اقوى حاجة فيها الموديل ده اللي اسمه شارك اللي ظاهر جنبي كده على الشاشة. ده بيكون 18 بوصة، 3 سرعات، 3 ريشة. بيكون فيها برضو وضع السكوت زي مروحة تيفال. المروحة دي بقى شاملة المروحتين، شاملة الفريش في هواها القوي، وشاملة هدوء مروحة تيفال. يمكن احسن من تيفال لانها بتكون 18 بوصة، الهواء بتاعها بيكون قوي جدا. برضو عامل عنها حلقة بكل مميزاتها وعيوبها واراء الناس فيها، تظهر جنبي في علامة الاي. ولو ما ظهرتش وانتوا بتشتركوا في القناة خدوا لفة هتلاقوا حاجات كتيرة جدا. وبكده كنت خلصت معاكم حلقتنا النهارده اللي اتكلمنا فيها عن افضل 3 مراوح ستاند. لو حد عنده اي رأي تاني او مروحة افضل من المراوح دي يسيب لنا في التعليقات بحيث كلنا نستفيد. مش هنتكلم معاكم عن اسعار لان الاسعار كل يوم بتتغير، فسيبولنا برضو في التعليقات لو عايزين تعرفوا سعر موديل معين. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واشوفوا حلقات جاية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.